السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر لكم على خبر وصول مروحيات الأباتشي، لكن الجديد الآن هو توفر صور عالية الجودة لعملية التنزيل من على سفينة الدحرجة لايبرتي بيس اللي سبق لها وصلت لميناء طنجة المتوسط. وكما كنشوفوا تم إنزال المروحية بعناية من سفينة الدحرجة وقطرها إلى المكان المخصص لها في الميناء، وتمت العملية بسلاسة وحرفية كاملة من طاقم السفينة. ومباشرة بعد وضعها في المكان المخصص لها في الميناء تم تجهيزها وإعدادها للطيران، ومباشرة بعد تجهيزها وطيرانها اتجهت لمطار طنجة، ومن هناك طارت بدفعات باتجاه القاعدة الجوية السابعة بمدينة خريبكا. وبخصوص عدم توفر رادار لونغبو فوقها، فهو شيء جد عادي ما دام المروحية لم تدخل للخدمة بشكل رسمي بعد، فلا يمكن تركيب التجهيزات الحساسة أو المستشعرات فيها حتى لا يصيبها التخريب أثناء الإبحار في السفينة. وتعتبر النسخة المغربية أقوى نسخة من مروحيات الأباتشي العتيدة. فبالنسبة للمغرب كما سبق وذكرت، فقد حصل نسخة الأو غارديان، وهي أحدث وأقوى مروحية هجومية في العالم بدون منازع. وللإشارة تسلم المغرب 6 مروحيات لحد الآن، وكلها الآن في مدينة خريبكا بالقاعدة الجوية السابعة، وسوف يقام حفل تسليم رسمي لها بحضور شخصيات وازنة مدنية وعسكرية. وكما نلاحظ التمويه، فهو تمويه رائع جدا يناسب البيئة الصحراوية للجنوب المغربي وللشرق أيضا. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.